أنا ألفت كتابا أحمد الله وأشكره لأني ألهمني معانيه. هذا الكتاب هو فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، ليس هذا إعلانا له. ألفت هذا الكتاب وأنا بين مكة والمدينة، إنما ألفته لأنه تقمصني شعور غريب بأن العالم من أزله إلى أبده، أن الإنسانية منذ خلقت إلى أن توسد الثرى، أن الملكوت الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لم يوجد فيه إنسان أحسن ذكر الله وشكره، وأحسن دعاءه ورجاءه، وأحسن التهجد والتوسل إليه، وأحسن التقرب إليه بطريقة لم توجد على لسان نبي سبق ولا مخلوق لاحق. ليس هذا إلا عند محمد وحده. ولعل هذا هو السر في أن الناس عندما يحشرون يوم القيامة، التاريخ كله يسأل عنه الآن، التاريخ كله بيحاسب أمام الله. الناس تايهة، الناس ذهبت إلى الأنبياء تطلب منهم النجدة، هيهات. آدم يبعد وإبراهيم يقول أنا لا صلة لي، ونوح يقول لا لا أنا ما ليش دعوة، وعيسى يقول أنا، فيجيئون لمحمد فيقول أنا لها. طبعا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يقول فيلهمني الله سبحانه وتعالى بمحامد ما خطرت على قلب بشر، ويتقبل مني أن أشفع للخلق. هذا هو محمد، وهذه هي روحانية الرسول عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم.